احلى مسا عليكم. النهارده هتكلم معاكم في حاجه بعيده خالص عن المعدات والعربيات والعلم ووجع الدماغ. يعني هنتكلم في اوروبا. كنت رحت كده تدريب في اوروبا في 2012 يعني. ف طبعا الناس لما بتتكلم على اوروبا بيجي في دماغها اللي احنا بنشوفه في الافلام، اللي هي اوروبا. بقى اوروبا دي اللي انت ايه، اول ما تنزل من الطياره تنزل تلاقي السحالة مستنينك، او اول ما تركب الطياره هتلاقي السحالة، هتلاقي الناس بقى راكبه معاك والاجانب وبتاع واللي لابس واللي عريان واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه، وتنزل تلاقي العربيات الفراري واللامبرجيني والبورشات والكلام اللطيف اللي احنا عارفينه ده، والسحالي بتاعت احمد عز بتاعت اوكرانيا وعماد مأكد لي والكلام ده كله. طبعا ده شق. والشق التاني الناس بتاعت الاكشن، اللي هتنزل بقى تلاقي توم كروز، وتنزل تلاقي مش عارف مين، وهتلاقي ليوناردو دي كابريو، وهتلاقي فلان وعلان وبراد بيت، والدنيا حلوه يعني. والشق بقى بتاع العصابات، ويعني ايه، كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في الافلام، كل خيالنا وذهننا وفكرنا ودماغنا عن اوروبا هو ده اللي هنشوفه في الافلام. والناس سهرانه والدنيا في الشوارع والدنيا مش عارف ايه والمافيا كل حاجات بقى كتير. ما احنا ما بنشوفش غيرها، ما نعرفش غيرها. اللي ملوش حد بره، او اللي مش تابع حد بره، او اللي ما سافرش، او اللي ما يعرفش، ما فيش، ما يعرفش. اما بقى اللي سافر وليه حد بره وعارف وكلام من ده يقدر يفهم اللي انا اقصده ايه، اللي هقوله بعدين يعني. الكلام طبعا ده انا بقوله عشان ده سبب الموضوع، ده سبب ان نتكلم في الموضوع دوت يعني. عشان الناس اللي ما تعرفش بقى اي حاجه عن الحاجات دي. وانا شخصيا ما عرفتش الحاجات دي غير لما رحت شفت بعيني. ما جاتش فرصه ان حد حكى لي او حد قال لي او كنت اعرف يعني. الموضوع طبعا مش كده خالص. يعني وانا مسافر انا كنت حالق ومروق ومظبط، ومكنتش لسه بقى شعري ده واقع، ولسه الدنيا كانت تمام وشياكه، ورايح بقى عشان اشوف بقى الدنيا والمزز والناس وبتاع. اوروبا بقى، اوروبا. ف انا كنت رايح اصلا تدريب في تشيك، في مدينه اسمها ناخت، على الحدود ما بين تشيك وما بين بولندا. فكنت رايح عن طريق الطيران لوفتهانزا الالماني. فالقاهره، انا كنت في افريقيا اصلا، في حته في افريقيا، فحجزت وخلصت كل حاجه، وخدت الدوله اللي انا فيها دي اصلا ما كانش فيها سفاره المانيا. فخدت التاشيره من سفاره فرنسا، خدت الشنجن من سفاره فرنسا في الدوله اللي كنت فيها. والتذاكر كانت من مصر، فنزلت على مصر. نزلت من الدوله دي على اديس ابابا، اديس ابابا القاهره، وريحت في مصر يومين. وبعد كده سافرت عن طريق لوفتهانزا من القاهرة لفرانكفورت وانا رايح، ومن فرانكفورت لبراغ. اليوم ده اصلا كمان كان يوم تاريخي يعني. اصلا مطار فرانكفورت ده حاجة بسم الله ما شاء الله. انا يعني نزلت ما قابلتش حد، ما قابلتش غير بس يعني عسكري واحد اللي هو شاف الجواز. انت جاي هنا؟ اه. طب انت واخد تأشيرة فرنسا ليه؟ عشان انا واخد التأشيرة من البلد الفلانية ديت اللي في الباسبور، فمفيش سفارة ألمانيا، فأخدت فرنسا. طب أنت رايح فين؟ رايح تشيك. طب ما خدتش ليه؟ أصل مفيش طريق غير لفتهانزا. طب الورق إيه؟ المهم إيه، شافوا الورق وشافوا التأشيرة وشافوا كل حاجة واتأكدوا من الدنيا تمام. شكرا. ما قابلتش عسكري تاني. وطبعا الطيارة كانت تلات أرباعها أصلا مصريين. بس طبعا حدث ولا حرج، لفتهانزا بسم الله ما شاء الله يعني. فالمهم ان نزلت فرانكفورت، طبعا مطار حاجه كده تحفه يعني. بس انا عشان انا داخل بقى جوه اوروبا، رايح تشيك وكده، فطيران داخلي. طبعا بقى لقيته وقالوا لي ده انت يا دوب تلحق تجري، ده الطياره ده فاضل ساعتين، ده انت هتركب قطر. طبعا قصه كده ايه غريبه. بس مشيت ورا اللوحه والتعليمات وكلام من ده، جري في جري في جري في جري، لقيت نفسي فين؟ في المطار الداخلي. ركبت اتوبيس وركبت قطر وركبت حاجات كتيره كده، او مش قطر بقى اللي هو، يعني هو اسمه قطر بس هو مترو زي بتاعنا احنا في السرعه والاداء، مترو حاجه كده ايه داخلي يعني، زي اللي عندنا في القاهره دلوقتي يعني، ما بين الصالات وبعضها وكده. فالمهم نزلت المطار الداخلي، ورحت الشانل بتاعت اللي هي الطيران التشيكي دوت. وركبت الطيارة بقى من فرانكفورت لبراغ. الرحلة أصلا حوالي ساعة يعني، يا دوب طلعت ونزلت تقريبا يعني، طلعت شوية صغيرين كده
حتى ادونا في الطياره ايه، هو ميه بس وعصير وسناكس كده، بسكوت او حاجه. اليوم ده بقى فيه حدث برضو مش هنساه طول عمري. لقيتهم فجاه بيعلنوا احنا معانا راكب مصري على الطياره. فاعلنت السلطات المصريه دلوقتي فوز السيد الرئيس محمد مرسي موسى العياط رئيس جمهورية مصر العربية. فهم اعلنوها بالانجليزي وبعدين جابوا النص الاعلان المصري. ما اعرفش اتبعت طبعا للطياره ازاي او كده، طبعا يعني الكلام اللي بحكيه في 2012 ما كانش طبعا زي التكنولوجيا النهارده، بس هو اتبعت واعلنوها الاول بالانجليزي بالطياره وبعدين اعلنوا النص المصري، ربما كنا انا ما اعرفش انجليزي. دي برضو حاجه من الحاجات اللي ايه الجميله يعني، اللي ايه اول حاجه قابلتني يعني. وبعدين نزلت تشيك. ما نزلت الطياره دخلت البلد طبعا، انا ما قابلتش وما شفتش حد تاني، لا عسكري ولا شرطي ولا اي حد تاني خالص، غير ناس عاديه بعيد كده، لكن في سكتي ما فيش. على اللوح وعلى الطريق وعلى الكلام ده كله ما فيش، تمام يعني. واللي كان مستنيني بعت لي صوره كده على باب رقم مدخل، وقال لي عند الاكزit ديت ما اعرفش كانت 13 تقريبا، عندها ايه مستنيك. بعت لي ايه سكرين شوت كده او صوره كده ليها. وفعلا انا خرجت عند اللوكيشن، رحت وقفت عند الباب دوت، لقيته واقف حاطط الورقه بس عشان مستنيني، ورحت معاه. فخرجت الساعة كانت حوالي 6 بالليل. براج. ايه يعني ناس قليلة جدا، ناس قليلة جدا. قلت ماشي احنا بره البلد. مفيش 5 دقايق 10 دقايق ما لقيتش حد. الساعة جت 7 كده ما لقيتش حد. ف قال لي احنا المفروض كنا هنبيت في براج، بس عشان خاطر في برنامج وفي عيد وفي حاجات زي كده، فاحنا ايه هنروح غيرنا الحجز على ناخد على طول، فاحنا هنطلع على ايه هنروح بس ايه ساعة بالعربية ولا حاجة تقريبا أو كده يعني، ونروح ناخد دي هنقعد فيها هناك والمكان هيعجبك وكده. فرحت ناخد ديت. من أول ما طلعنا أصلا من براك دي مفيش غير كام عربية على الطريق السريع، وبعد كده إيه مفيش حد. وبعدين طريقة السواقة بقى غريبة. الطريق السريع ده الطرق طبعا كلها أرقام، طريق 5 6 حارات. الحارة الشمال دي شمال خالص دي مفيهاش حد. تاني حارة فيها كل الناس تقريبا. فاحنا جينا احنا في الحاره الاخيره عايزين نزود السرعه شويه. راح جاي ايه الحاره اللي بعديها جاي اليمين وفاضي، راح جاي في اليمين. الحاره اللي بعديها يمين وفاضي، راح جاي في اليمين. الحاره اللي بعديها يمين وفاضي، جاي في اليمين. الجي بي اس جاب له ان الحته دي فري ما فيهاش فيها ايه ليميت للسرعه ولا كلام من ده، راح جاي ايه شمال وماشي. لقى اليمين وفاضي، راح جاي يمين تاني. وطول ما ماشي الجي بي اس بيقول له هنا السرعه 40، هنا 60، هنا نو ليميت، هنا 120 كده يعني. المهم وصلنا ايه، خد طريق تاني فرعي، ودخلنا رحنا ناخد. لقيت الفندق في حته ايه شارع كده ايه مدينه هاديه، مفيش صريخ ابن يومين. اول ما دخلنا ويلكم ناخد ديت، دخلنا ناخد دي مفيش فيها صريخ ابن يومين. يعني كل فين وفين يقابلنا عربيه. لحد ما وصلنا الاوتيل في الشارع كده ايه يعني، يعتبر مش الرئيسي في ظهر الرئيسي يعني، يعتبر متفرع رئيسي او في ظهر الرئيسي موز الرئيسي حاجه كده. والحته دي اصلا كلها حته على تبة جبل كده، حته عاليه. دخلت الفندق. طبعا انا ايه هتجنن فين الناس مش عارف ايه بتاع، فالراجل عمال بندردش مع بعضينا ومش يعني ايه مركز ومقصر في الكلام مع الجي بي اس ومع الطريق وبتاع، فانا ماشي كنت بتفرج. المهم دخلنا الفندق. ايه قصة كذا كذا كذا، خد اتفضل. خدت الكارت. تاني كارت كده زي الفيزا، معرفش انا طبعا ده ايه. وطلعنا قال لي على فكرة الفندق ده من احدث الفنادق او فندق كويس جدا 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 وهتتبسط فيه وبتاع. وبعدين عرفني على الفندق، ما ده البار، ده مش عارف ايه، ده ديسكو، ده مش عارف ايه بس كل ايه انا شايف مفيش حد، مفيش حركة. المهم اتفضل بقى خد كارت اهوت حاجة واطلع وبتاع تمام. فالمهم ايه خلاص خدت الكارت، لقيت عليه رقم الأوضة وقال لي امشي كده خلاص. واللوحة قدام مني بتقول من 100 وكذا لحد كذا في المكان السهم كده 200 لكذا كذا. قلت له خلاص تمام تمام. قال لي تمام. قلت له خلاص تلاش خلاص شكرا تمام. فالمهم ايه ببص كده على الممر، لقيت الفندق هادي خالص ومضلم. فانا يعني شويه كده ايه ماشي. رحت رايح ماشي على السلم وانا ماشي على السهم. طول ما انا ماشي
الدنيا قدام مني بتنور، حته 2 3 4 متر كده قدام مني بينوروا وورا بيطفي. بص لا الاقي طفى، اللي كان منور طفى وده بينور طفي. بدات ايه افهم ان انا في مكان سمارت. انا اصلا نسيت اقول لكم حته صحيح، اداني الكارت دوت عامل زي الفيزا دوت، فبقول له فين المفتاح؟ قال لي ما هو ده. كي فين يعني؟ هو ده. برضو ايه، على ما يعني ايه استوعبت ان هو ده الكارت، يبقى في حاجه الكارت ده احطه في حته الدنيا هتشتغل. اللي هو النهارده بقى في شرم الشيخ وبقى في كل حته موجود يعني. ما كنتش انا بقى الكلام ده وقتها ما قابلتوش برضه، ما كانش موجود اعتقد يعني في 2011 2012 ما اعرفش، ما كانش موجود يعني. المهم طلعت فوق. طبعا بقى ايه اول حته حاجه بتاعت ان ايه امشي النور يطفي امشي النور يشتغل دي، تمام. تمام طلعت دخلت الايه الاوضه. لقيت ما دخلتش الاوضه، وصلت لحد الاوضه لقيت رقم الاوضه ولقيت كده جهاز موجود وحته سودا كده من فوق. ففهمت ان ده الكارت هتحط هنا خلاص. تمام حطيت الكارت، فتحت الباب دخلت، قفلت الباب، انور النور مفيش نور، افتح الميه مفيش ميه. وبعدين بقى اقلب يمين شمال يمين شمال افهم في ايه مش عارف ايه بتاع، بص 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 مش فاهم. بعدين لقيت جنب الباب كده ايه مكان زي اللي على الباب من بره، ولقيت جنب لوحه كده وبتاع بتقول اسمها موجوده، بتقول انت ايه حط الكارت هنا. صرت كارد وبتاع وكده. حطيت الكارت. حطيت الكارت لقيت مره واحده ايه الدنيا نورت. قلت الله، يبقى هو ده اللي ماسك الدنيا كلها بقى. ربنا كرمني الحمد لله. الواحد ايه كانت دماغه شغاله بحكم الموقف وبتاع وكلام من ده، فانت مركز. فهمت القصه. دخلت حطيت الكارت ببص بجرب الميه، لقيت الميه اشتغلت. الله، قلت اخش اخد دش وحمام وبتاع واروق على الدنيا. طبعا انا واخد بقى معايا اللابتوب وبتاع، وعندي انا بقى حاجات كتيره كان نفسي احملها، كتالوجات وبرامج وافلام ومش عارف ايه وحاجات انا حابب المواضيع بقى واغاني وحاجات كتير كنت بحبها. كان ايامها بقى اغنيه كوكو جامبو ودالي ومش عارف ايه وعبد القادر وعيشه وحاجات دي كلها. فدخلت رحت حاطط اللابتوب على السرير. اه صحيح ادوني كابل كده ملفوف كده بتاع اللان، فبيقول لي انت بتاخد النت واير ولا وايرلس؟ قلت له لا لا اديني واير. وايرلس ايه احنا لسه عايز واير عشان بسرعه. فدخلت طبعا حطيت الكابل وبتاع لقيت مكان للكابل كده جنب التلفزيون زي سويتش كده، وحطيت فيه الكابل وحطيته في اللابتوب. ورحت فاتح وجادب ايه بقى تك 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 ايه فاست فيروس ومش عارف ايه وفاينل ديستنيشن والافلام والاغاني وكل الحاجات. قلت بقى ايه داونلود 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 عشان ابدا ايه اشغل الدنيا، وما اعرفش ايه كام اغنيه كده ايه قلت اللي اتحمل اسمعها وكده. ويا دوب دخلت الحمام لقيت كل الاغاني والافلام شغاله بتاع 20 30 لينك تك 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 اللينكات كلها اشتغلت. قلت بسم الله ما شاء الله السرعه كام مليون في الثانيه ولا ايه. المهم ماشي زي الفل جميل. دخلت الحمام جت الصدمه بقى، مفيش شطاف، كارثه بقى، جننت. بس ببص كده لقيت جنب الدش، هو عباره عن جاكوزي وساونا وكذا حاجه كده، في فتحات كتير كده بس في سماعه كده ايه هتقدر ايه مش عارف ايه. ولقيت ازازه معرفش هم عاملين حساب باين في حاجه، لقيت ازازه كده مكتوبه من فوق بتاع كده، قلت اكيد هم جايبينها لي يعني حاجه شيك يعني محترمه كده. لا، قشطه. معرفش دي يعني لحد النهارده معرفش الموضوع ايه، بس يعني تمام. او انا مش عارف لقيت ازازه ولا مش فاكر صراحه اذا كنت لقيتها ولا هي كانت معايا انا خدتها معايا انا اللي خرمتها. مش فاكر اول الموضوع يعني عشان أنا اصلا ما كنتش ناوي اقول الكلام ده، بس هو جه كده يعني. المهم دخلت اول مره بقى اروح اوروبا وبتاع. خدت عملت الحمام تمام، خدت وصلت الدش ديت وخدت الدش. طبعا لقيت الدش المايه جايه من كل حته. طبعا الكلام ده كان بالنسبه لي جديد، معرفش اذا كان حد دلوقتي ده يعرفه ولا لا، بس انا بالنسبه لي كان كل ده جديد في جديد. ولا الكارت ولا سرعه النت الخياليه ديت ولا الاضاءه ديت ولا السمارت لايت دوت النور يطفي يشتغل بسنسورز والكلام ده كله. كل ده طبعا انا فهمته بعدين بالتفصيل بس ما كنتش اعرفه. ودخلت وبرضه كان عندي مشكله مع التكييف، تكييف مركزي، بس ده طبعا حاجه اكيد كانت موجوده بس انا ما كنتش ايه يعني ما كنتش عارفه. قعدت اجرب كده اجرب كده لحد ما اشتغل معايا. بس ما كنتش اعرف ان ممنوع التدخين. دي اوضه نو سموكينج، دي كانت مشكله بقى. فهي مش مشكله طبعا الارم وبتاع ولا كمان ده، الحمد لله لا ربنا ستر يعني. انا كده كده فتحت الشباك اصلا ودخنت ورميت وبتاع وكل حاجه. بس تاني يوم بس هحكي لكم في وقتها يعني. المهم خدت الدش ونمت تمام وصحيت بتاع، كان قال لي ايه هعدي عليك انت الصبح.
طبعا انا نمت ايه، انا كنت هلكان، بس ظبط المنبه والدنيا، وصحيت بدري وظبطت وتمام، ونزلت ايه، نزلت بقى عشان افطر. لقيت بني ادمين كتير كتير. دخلت لقيت الناس ايه، تمسك كده الطبق وبتاع كايزر، قطعة كايزر وقطعة مربى وقطعة مثلثات جبنة قطعة واحدة، وشوية مش عارف ايه وحاجات كده، وعصير فريش بتاع الكلام ده والناس دي. الكلام ده مش هينفع معايا انا. بعدين قلت ايه، انا كده كده كنت جايب معايا شوكولاتات وبسكوتات وحاجات وبتاع، قلت اخدها معايا، قلت اعمل زي الناس، اعمل زيهم زي ما هم يعملوا انا هعمل. ورحت داخل يا باشا ايه، خدت زي ما هم بياخدوا بالظبط، خدت وكلت وبتاع، خلصت. رحت جعان لسه شويه، رحت جبت تاني. بس انا كنت باكل بالشوكه والسكينه، فعارف ان اللي هو انا ايه، زهقت. يعني اكلت رغيفين كايزر صغيرين خالص كده، وحتتين جبنه وحتتين مربى، ورحت جبت غيرهم تاني وكوبايه عصير، زهقت. اكلتش تاني، قلت مش مشكله، انا كده كده ايه، حتى لو جوعت معايا اكلي. وستة ونص، يلا بينا يلا بينا، هو جه فطر معايا اصلا، هو جه فطر معايا تقريبا اه. ويلا بينا يلا بينا، طبعا ناس كتير جدا، وكلنا خرجنا مع بعضينا، ركبنا العربيات، الدنيا زحمه بس منظمه. المهم ايه، شويه رحنا المصنع، خدنا التريننج بتاع، جه الساعه 12، قلت بيقول لي البريك. خدنا البريك، مطعم حاطط ايه، اشكال والوان من الاكل، خش نقي اللي انت عايزه، خش وزنه ايه خدت الحاجه بتاع، دخلت هو حط الكارت بتاعه ايه، دفع لنفسه كله بالكارت، نفس الكارتية ده زي الكارتية كده بالظبط، نفس الفكرة، دخلنا بالكارت. المهم جبنا الحاجة، خدنا الأكل، قعدنا أكلنا إيه تمام تمام، عايز تاني قلت له لا تمام، أنا ما كده كده معايا نفس الحاجة. وما حسيتش إن أنا على فكرة ولا واكل، لا لا، يعني أنا ما حسيتش إن أنا جعان، ما حسيتش إن أنا تعبان، ما حسيتش إن أنا نايم، ما حسيتش إن أنا عايز أخش الحمام، الدنيا كانت زي الفل. يعني بص، كان تحس ان انا اكتر يوم كلت فيه في حياتي اصلا في الفطار، سبحان الله، اللي هو الحاجات البسيطه دي، وكنت مرتاح جدا وفايق ومركز، والتريننج طول التريننج 100 100. المهم خلصت، وخلصنا الغدا، ورحت كملت بقيه البريك وبتاع معرفش ايه، وخلصنا. الساعه 2 خلاص، الساعه 2 خلاص هنمشي، يلا بينا يلا بينا. افتكرت انا بس هو اللي همشي بتاع، عشان انا بقى رايح اتفسح بقى بتاع، راجل جاي تريننج وهيهيصوني. لقيت ايه، كل الناس خارجه اصلا ماشيه. شويه لقيته رايح ايه الفندق، ايه يا عم، قال لي لا، ناخد الساعة 4 قفلت خلاص، مفيش حاجة شغالة غير البنزينة والمطعم اسمه مستشفى كده، يعني الامرجنسي بس، لكن أي حد تاني لا انسى، مفيش. وبعدين بقى يا عم انت وراك حاجة يعني وبتاع، وراك حاجة، طب سيبني في أي مكان وأنا هتصرف، وأنا كده كده معايا كارت الأوتيل والعنوان، وأنا هتصرف وأرجع وكلام من ده، لا لا مفيش، انسى. خلاص، طلعت الساعة 4، لسه العصر أصلا لسه بدري. نزلت، مفيش حد. الناس يعني من 2 ل 4 دي كان في ناس، الساعة 4 دي مفيش حد خالص خالص خالص. واحنا معديين كده قال لي على فكرة احنا المصنع اللي في وشك ده مصنع بيرة، ده أشهر بيرة في التشيك، اسمها بريمير بير. بريمير بير دي البيرة التراديشنال الشعبية بتاعت التشيك، يعني شبه الشعب التشيكي، ودول كتيرة، بولندا وكذا دولة كده جنبنا اللي احنا هنشوفهم ان شاء الله. قلت له يا مسهل، خير خير ان شاء الله، في حاجة كويسة هنشوف حتة ايه، بس ايه ما يعني، ده للعلم يعني. تمام. المهم ما لقيتش حاجة اعملها، قال لي على فكرة لو انت حابب تنزل تتعشى او اي حاجة وكلام من ده، الدنيا هنا ايه موجودة وكله تمام. قلت له تمام. الساعة 6 نزلت، دخلت ايه لقيت اللي انا عايزه وكلت تمام. قال لي خلاص انت، ما طبعا كلت بيتزا تحفة، كلتهاش في حياتي. قال لي خلاص انت كده بحاسب وكده، وشربت حاجة كده. قال لي خلاص كده كده كله على الحساب. ومفيش حد الساعة 7 دي، ما لقيتش حد تاني خالص خالص. طلعت، قعدت ارتحت شويه وعملت تليفوناتي ما اعرفش ايه، وقعدت على النت وفضلت سهران، مفيش، انزل عمال كل شويه اقول يمكن الاقي حد، انزل اطلع الاقي حد، مفيش حد، انزل اطلع الاقي حد، مفيش حد. بعدين كملت، خلاص مفيش فايده بقى، انام، نمت.
فضلت على السيستم دوت لحد يوم السبت. السبت خد عندك بقى، بص الناس كلها في الفندق ده بيشغي ناس ليل ونهار تحت، وقود الشارع والعربيات والمحلات والدنيا بايظه بايظه، والعريان واللي ملط واللي هنا واللي هنا، وده فوق ده وده في دي، والدنيا بزراميط خالص، وسكرانين وبيتطوحوا والشارع وعجل وهيصه. رحنا نشتري حاجات، نشتري وكله فاتح، نخش ونشتري وما اعرفش ايه، وديسكاونت حياه. الشارع ده اتحول اصلا، اتحول. وداني حته كده مركز المدينه، حته كده كلها كافيهات وكراسي وناس بره وجوه ورقص ومزيكا وسكر وحاجات بقى، واحد رسم على الارض اعلام، اعلام الدول كلها، وكل اديله فلوس يعني حاجات كده، حاجات جميله كتير يعني بقى، بس مش فاكرها بصراحه بالتفصيل قوي يعني، بس كان وهمت. قضيت الجمعه السبت والحد دول وهم وهم. رحت زرت، طبعا كان في قصه كده للتشيك مع المانيا في الحرب العالميه. ان التشيك دول كانوا، التشيك دي يعتبر زي حته كده من المانيا اصلا، او تحس انها حته من المانيا كده صغيره. يعني ايه؟ يعني التشيك كانت عامله ايه؟ يعني احنا لو فرضنا ان هي دي المانيا، يعني دي المانيا ودي تشيك، فخلاص دول لما حصلت الحرب قال لك هتلر يخش يقفل دي كده وياخد تشيك دي ضمن المانيا، خلاص بقت كلها المانيا. فراحوا جايين على الشريط ده كده كله، وعاملين ايه؟ خرسانات تحت الارض، فوق مدافع وبروك حراسه وقصه كده، كل ده بالخرسانه. وتحت الارض انزل بقى امتار تحت الارض، وعاملين اسانسيرات، وكل ده انفاق مواصله بعدها تحت الارض. انا مشيت، نزلت نفق، ومشيت 3 4 5 كيلو كده، وطلعنا النفق التاني. مسافات كبيره وادوار كتيره تحت الارض. في صور ليها هبقى انزلها لكم ان شاء الله للمكان ده. تحت مخزن سلاح، مستشفى، مطعم، عنابر نوم، مش عارف، كل حاجه، كل حاجه موجوده. مخازن مش عارف ايه، اكل، مخازن ميه، كل حاجه، مستشفى ميداني، كل حاجه تتخيلها من يعني الكلام ده بنتكلم فيه كان معمول سنه بقى ايه، قبل يعني، يعني هم من قبل بدايه الحرب بيستعدوا، لما كان في مناشدات ان يبقى في حرب وفي يعني، مش فاكر سنه كام، بس قبل يعني قبل 45 مثلا، وقبل يعني 36 في الفتره ديت يعني. وعاملين بقى متحف هناك للسلاح وكل حاجه موجوده. ونزلت من مكان وطلعت لمكان تاني، متصور انا في المكان من جوه عند المدخل، كنت مصور التذكرة ومصور المكان ومصور المدفع اللي بره، مصور تحت الأوض دي كلها، الغرف دي مصورها باللوح بتاعتها بحاجتها بالعلامات بتاعتهم بدنيتهم بالرموز اللي هم حاطينها، لحد نطلع الناحية التانية. تحت الجو برد جدا. لا كانت حاجة كده ايه، كانت رحلة ممتعة، أنا انبسطت يعني، ما انساهاش طول عمري. ورحت شارع الحب، شارع الحب دوت منطقة الحبيبة دي في بولندا. طبعا ايه، رحت وقفت على الخط، الخط الأبيض ده دي الحدود ما بين ايه، ناخد تشيك ومش عارف دولة حاجة اسمها ايه كده، مدينة نسيت اسمها، بولندا. دخلنا بولندا عند مطعم مشهور جدا جدا جدا، في حتة بتاعت حبيبة كده زي جزيرة، يعني شارع كبير، شجر على اليمين وعلى الشمال كده طويل كده، معمول بشياكة وأشكال، والدكك محطوطة كده وتماثيل وحاجة روعة، وبحيرة وبط بقى وبجع وأشكال غريبة، حاجة تحفة يعني. والناس ترمي فلوس تملي أمنيات وحاجات كده، قصة كده، وفي كام كنيسة ومطاعم تحفة. مطعم بقى بتاع بيتزا ده قال لي بقى، أنا قلت له كلت البيتزا عجبتني قوي قوي قوي، قال لا أنا هأكلك بيتزا تانية. طب اكل حاجه غير بيتزا؟ لا لا، البيتزا لازم تجرب دي، وبعد كده كل اللي انت عايز تاكله مش مشكله، بس كل بيتزا عند المكان دوت يعني. وفعلا تحفه، تحفه يعني. كانت خروجه في بولندا دي برضو كانت خروجه جميله قوي بتاعت المانيا. ورجعت بقى ناخد، وداني حته في ناخد ديت في يوم من الايام، وداني برضو زي مصنع البيره دوت، بس مش هتكلم عنه. ووداني حته في ناخد، فيها عاملين برج تقليد لبرج ايفل، برضو حاجه كده تحفه يعني، حته كده عاملين زي ديكور كده. ورحت برضو براج. براج بقى الدنيا كان فيها سهر شوية، بتأخر شوية عن نخت، بس مش قوي، وأماكن مشهورة، مش أي حاجة، حاجات بقى صعبة قوي يعني. في أغلى شارع في براج، الشارع ده أصلا رحته في يعني في ولاد العم سام،
هم اللي موجودين هناك مسيطرين عليه. حتى هناك قابلني واحد كده ليه لقطه معانا معايا كده، طلع لي ورقه من جيبه كده مكتوب فيها ابتسم يا مصري وما اعرفش ايه. والمهم الشارع ده يعني كان فيه بقى حاجات بقى اغلى ماركات موجوده، الرولكس وما اعرفش ايه وايه وايه. وداني مول كده اسمه كاف هوف على ما اتذكر يعني. ده كان فيه حاجات جامده جدا، وحاجات كانت اسعارها رخيصه جدا. يعني كانت سفرية جميلة يعني. بس ملخص يعني القصة دي كلها، الحمد لله السفرية عدت على خير وطلعت يعني الأول على التريننج كله. كان معايا طقم كبير على فكرة، والحمد لله طلعت الأول عليهم. خدت هدية، ادوني هدية كده، زيت حاجة كده محترمة. تذكار معتها من 1984، وادوني اللي هي السويس نايف ديت اللي هي بتاعت فتحت الأزاز وبتاع معرفش ايه، وفيها قصافة وفيها كذا حاجة ديت. بس أنا كانت الصدمة بالنسبة لي الناس دي عايشة ازاي. الصدمة أصلا بتبدأ منين؟ من اول ما بتعدي اسكندريه، اول ما تركب الطياره وتعدي اسكندريه، مصر كلها منوره. تعدي البحر الاضاءه كلها بسيطه خالص خافته. من اول ما تعدي البحر الاضاءه خافته، مش زي عندنا النور والزحمه اللي احنا فيها دي. احنا كلنا هنا فوق بعضينا، هناك الدنيا واسعه خالص. تعدي البحر تلاقي الدنيا كلها خضره. يعني الدنيا كلها اول ما تعدي البحر دخلت اوروبا كل حاجه خضره. الاضاءه بسيطه جدا، الزحمه مفيش. المباني بتاعتنا دي مفيش غير في العواصم الكبيره بس. لكن البراج والقرى والحاجات دي كلها والمناطق الصناعيه وكلام من ده كلها ايه، دور واحد دورين كلام من ده خلصانه. عجبني اكتر. صدمني اكتر قصه المواعيد. الساعه 4 الحقيقه اوف. ده على فكره المغرب كان الساعه 10 بالليل، حاجه كده غريبه. و9 بالليل، 9 ونص 10 حاجه كده يعني. حاجه غريبه يعني. من الساعه 4 تخيل انت من الساعه 4 قاعد في البيت اجباري. من 2 ل 4 بتلم حاجتك اللي انت عايزها واشتراطك وحاجتك كلها، ومن بعد 4 انت في البيت اجباري. فلا حاجة كانت صدمة بالنسبة لي. وطبعا النظام والسيستم والناس كلها مسكت الاتنين في الشغل، والشغل نفسه طبعا منظم ازاي، والمواضيع متنظمة ازاي، وكل حاجة متنظمة ازاي، والحفاظ على البيئة عامل ازاي، والحفاظ على الطاقة عامل ازاي في الكهرباء وفي المية. بالمناسبة الكارت ده تشيله بعد كده بقى عرفت بقى القصة. الكارت ده اشيله، افصل الكهرباء، افصل الانترنت، افصل التكييف، افصل المية، افصل كل حاجة. تحطه كل حاجة تشتغل، تشيله كل حاجة تفصل. طبعا ده اقتصادي جدا. تنسى مفيش حاجة، ما تنسى حاجة شغالة اصلا. الموضوع خلصان يعني. مش هسيبك تنسى، مش هسيبك تدفع فلوس او تخسر او. دي حاجة التانية. حتة بقى براحتك انت بقى في الويك اند، ده معاك براحتك، عيش حياتك اللي انت عايز تعمله اعمله. وطبعا بأدب واحترام وبنظام. لكن في الطبيعي الدنيا زي الفل. خلصت الحمد لله الاسبوع 10 ايام بتوع اللي قعدتهم، او كان اسبوعين حاجة زي كده. ان كان في خدت انا طلعت الاول في كورس، فمدولي 3 ايام اخد حاجة كده ادفانسد. ورجعت على مصر. بس رجعت بقى العودة كانت عن طريق مطار ميونخ. برضه تحفة. نفس اللي فرانكفورت هو اللي في ميونخ، بس تحفة 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 تحفة. ومطار وقصة كبيرة جدا. وكان الترانزيت 6 ساعات، كانوا أحلى 6 ساعات في عمري، ما حسيتش بيهم أصلا. لدرجة إن أنا وأنا راجع كان راجع دخلت إيه من آخر الناس اللي داخلة الطيارة. فوأنا على الداخل طبعا خدت عربية أو قطر باين مش فاكر، رجعت بيه ألمانيا. خدت قطر أو خدت حاجة مش فاكر. خدت حاجة، ما رجعتش بالطريقة على ألمانيا، لأ خدت قطر وخدت حاجة ورجعنا ألمانيا، أو وصلني أو حاجة كده يعني. لا خدت وصلني براج، ومشيت من براج، بيتنا في براج، ومشيت من براج على ألمانيا بالطيارة. وقعدت ترانزيت 6 ساعات في مطار الميونخ ده. وانا داخل ما قابلتش الشرطة انا في براج طبعا ولا كلام من ده. تخش الطيارة كده بالورقة بتذكرة بالحاجة، تخش مفيش خلاص، مفيش أي مشكلة أي حاجة يعني. أصلا كان باب إزاز. يا دوب خدت التذكرة حطيتها والباسبور كده، حطيتها على حاجة كده كهرباء، على شاشة كده أو حاجة يعني، جهاز أو شاشة كده. فهمت القصة ماشية ازاي، راح فتح لي الباب الإزاز، رحت معدي وركبت الطيارة والدنيا زي الفل. وخدت ورقة بوردنج زي اللي انت تخش مطار القاهرة كده تديك الباركنج بتاع مطار القاهرة ديت، هي نفس الفكرة كده. حطيت الباسبور وحطيت الورقة والتذكرة، طلع لي البوردنج، خدته طلعت على الطيارة. نزلت ميونخ. قعدت الترانزيت بقى وظبطت حالي واشتريت بقى كل اللي انا عايزه، والدنيا كانت زي الفل. بس طبعا السجاير هناك كانت غالية جدا.
كنت فاكرها رخيصة بصراحة، وداخل اخد كميات، بس اتصدمت جبت ورا. لقيت بقى عروض على الشوكولاتات ومش عارف على البرفانات وحاجات زي كده، بقى ايه عملت اللي انا عايزه. وعندهم هم شنطة شيك كده بتاعت ديوتي فري، وما عندهمش بقى ليميت زي اي حتة يقول لك لا خد كذا وخد كذا وخد كذا لسه زي ما علينا. المهم ايه، جبت كل اللي نفسي فيه. خدت معاه، حطوا لي في كيس وغفرهولي، ومعايا الفاتورة ومعايا الكيس مقفول، خلاص تمام. فوانا داخل في التفتيش بقى، داخل طيارة الترانزا بقى اللي جاية بقى على مصر، قال لي اللابتوب حطه هنا عشان ليه سكيورتي تشيك. قلت له بس انا فاضل 20 دقيقة على الطيارة، ده انا متأخر جدا جدا جدا، اخر واحد. قال لي هو في ايه، مش فاهم ايه المشكلة، انت عايز ايه يعني؟ قلت له بس مش هينفع، لازم تستثني التشيك ده عشان يقدر في مشكلة. قال لي تشيك ايه؟ قلت له اللابتوب. قال لي خلاص خلص. قلت له ها؟ قال لي خلص. بص فوق كده، ببص فوق لقيت ايه، المكان اللي هو حاطط فيه اللابتوب ده عامل زي طبق كده مربع، ومنه حاجه كده زيه، معرفش دي اشعه دي قصه دي ايه، حاجه عملت التشيك ده معرفش ازاي، بس اتعمل تمام. قال لي خلاص. دخلت جوه الغرفه برضو اياها ديت بتاعت اللي هي ايه التشيك ديت، دخلت جواها كده لف بيا كده كده تمام. قال لي خلاص خش. لميت حاجتي جري على الطياره. رجعت بلدنا اللطيفه، وكانت رحله جميله الحمد لله، وبسطت منها. بس كل ده انا كل قصد اقوله لكم مش موضوع التقدم ولا التكنولوجيا ولا السمارت لايت ولا انا لسه هقوله لكم ان الناس على فكره في اوروبا منتظمه جدا جدا جدا، من غير اللي احنا بنشوفه في الافلام خالص. الناس تصحى 6 الصبح، الناس لحد الساعه 2 في شغلها، الساعه 4 تلم حاجاتها، من الساعه 4 قاعده في البيت. فتيجي بقى تعالى تبص انت الواحد قاعد في البيت مع مراته من الساعه 4 وعياله. فطبعا هيقعد مرتاح، هينام شوية، يصحى شوية، يقدر ياكل براحته، يشرب براحته، يقعد براحته، يقعد مع مراته، يقعد مع عياله، يشوف مذاكراتهم، يشوف حياتهم، يشوف دنيتهم، ويعيش معاهم كل الأحداث، ويعيش معاهم كل حاجة. وطبعا هم طبيعة إن الدنيا كلها خضرة وما عندهمش مشاكل، فمستغلين البلد كلها. مش زي عندنا احنا مزنوقين في النيل وبتاع، لا الدنيا هناك مفتوحة. دي طبعا ربنا سبحانه وتعالى دي حكمته يعني. فعشان كده مفيش تكدس سكاني، فهي ايه، كل ما تمشي تلاقي بيت بيت بيت، كل بيت وبيت جنبه بيت، وكل بيت جنبه جنينه، والدنيا حلوه، واللي عنده الكلب، واللي عنده المراجيح، واللي عنده القعده الحلوه. فيقعد جوه البيت القعده كمان جميله، يقعد بره البيت القعده جميله. البيوت رخيصه، عنده جراج تحت البيت بيصلح هيكل عربيته، يصلح عربيته، يصنع حاجه، يعمل حاجه، يبتكر، يعلم، يعمل. الوسع حلو، والدنيا حلوه، والظروف حلوه. ظروف البلد هي اللي فرضت كده على الناس، يعني الناس دي مش عامله كده بمزاجها، الناس دي الظروف هي اللي خلتهم يعملوا كده، هي اللي ساعدتهم ان هم يعملوا كده. فحاجه كده ايه، تحفة يعني. مخلية الموضوع طبعا العيل يتربى كويس، يتعلم كويس، الناس تاكل كويس، الناس تنام بدري، الناس تصحى بدري، في ترابط أسري، مفيش بقى مجال للمشاكل. ما انت عندك الباركنج بتاعك، وعندك الجنينة بتاعتك، وعندك العيشة بتاعتك، ولا عندك مشاكل مع جارك في تكييف، ولا جارك وانت طالع، ولا وانت نازل، ولا واحد هنلم المية، ولا بتخانق نلم النور، ولا بتخانق في الاسانسير. لا لا لا، كل واحد منفصل تماما تماما. مفيش اي مجال للاحتكاك ولا الخناق، ولا عشان كده الدنيا حلوه والناس حلوه، وان الجيران بتحب بعضيها، وكل واحد في حاله، والدنيا تمام. مفيش مشاكل. مفيش اي حاجه مشتركه مع اي حد تعمل لك مشكله، لا فوق منك ولا تحت منك ولا يحزنون. كل واحد له سوره ودنيته وجنينتك، كل حاجه لوحدها. بص مفيش اي مجال لاي حاجه، حتى الركنه، حتى الصوت، اسهر، اشرب، اسكر، اعمل انت، خلاص كل واحد لوحده. فطبعا طبيعه المكان والسيستم والظروف وظروف البلد والنظام خلت الناس كلها تعيش عيشه كويسه جدا، وفي ترابط اسري كويس جدا، وفي تواصل كويس جدا. الجملة بتاعت الشيخ لما قال أنا رحت لقيت مسلمين بلا إسلام وإحنا عندنا إسلام بلا مسلمين. افتكرت لما عشت الموقف ده وعشت الظروف دي، افتكرت أيام زمان لما كنت أسمع إن إحنا بنصحى الصبح، وعشت برضه وأنا صغير إن إحنا الناس تفطر الصبح وتيجي بعد الظهر اللي بتقيل أو تتغدى أو تريح، وبعد العصر يشتغل لحد المغرب، والمغرب ترجع تقعد مع مراتك وعيالك لحد العشاء، والعشاء مش عارف ايه، وتكون اتعشيت وارتحت وفقت وتمام، والعشاء الناس تنام، تصحى الصبح بدري. النظام اللي احنا كنا بنعمله زمان هم بيعملوه النهارده، مبسوطين بيه جدا جدا. هم بيعملوه اصلا من ساعه، من بعد الحرب، وبعد ما ركزوا في حياتهم ودنيتهم وتقدمهم، هم بيعملوه وعايشين بيه. فده نتيجته كويسه جدا، على عكس احنا. بالليل بقى طبعا الهدوء وتوفير الطاقة وتوفير النور، والدنيا كلها ايه زي الفل. وانا راجع بقى مصر كنت رجعت بالليل. الطيارة بتقوم، الطيارة انا فاكر ركبتها من القاهرة بالليل الساعة 2 نص الفجر، عشان ده كان وقت نفس وقت الطيران الاثيوبي، رحلة اثيوبيا كانت بتوصل في نفس الميعاد ده.
كنت بقابل ناس في السموكنج اريا في مصر، وهم ايه، هم رايحين يركبوا الافتهاند، رايحين المانيا فرانكفورت، وانا رايح اديس ابابا، وانا لسه هركب تاني، وهم طبعا نفس الوصول اللي هيركب. المهم يعني ان ايه، الناس دي كانت في نفس الوقت في التوقيت ده. فانا جايب الطياره، اوروبا كلها ضلمه، انوار بسيطه خالص، خط مش باينه. مصر بقى عندنا من اول اسكندريه تحس تشوف نورها، تشوف النور لحد تنزل مطار القاهره، تشوف نور، ونور ايه جديد، منوره بسم الله ما شاء الله. طبعا الناس كلها سهرانه والدنيا كلها منوره والحياه زي الفل. احنا لو عملنا السيستم بتاعهم دوت، اعتقد هنوفر طاقه وهنوفر صحه وفي ترابط اجتماعي، نوفر مشاكل، نوفر خناقات، نوفر علاقات، نوفر وجع دماغ ووش، والناس تنام بدري وتصحى بدري، ويرجع من البيت الدنيا مقفولة حلوة، يقعد مع مراته وعياله، يخفوا المشاكل، يبقى في تواصل، مبقاش في هجر، يعرف يربي، يحافظ على البيت، يبقى في زيارات أسرية. لا الموضوع يعني جميل خالص، غير ما احنا بنشوفه بالأفلام. انسى خالص الأفلام يعني. ودي حكايتي في أول رحلة في أوروبا يعني. بعد كده في رحلات كتيرة وفي حاجات كتيرة ومواقف كتير. بس يعني انا الموضوع ده اللي عجبني، ان انا كل مره يعني بقعد مع حد ونقعد نتكلم عن اوروبا واحكي له بيتصدم، ما بيصدقش، الناس ما بتصدقش. لما اقول له براج دي الساعه 4، ناخد دي الساعه 4، او كل الدول ما عدا العاصمه براج دي، كل البلاد او كل المدن او كل القرى ما عدا براج دي من الساعه 4 بتنام مننا خلاص، محدش بيصدق. ان براج 6 7 بتبقى الموضوع خفيفه خالص، قليله خالص خالص خالص، مش بس غير اغنى حاجه واغلى شوارع او اغلى ناس او اغلى وجوه الفنادق. مش كل الشوارع، لا ده جوه الفنادق في الشوارع الرئيسيه بس اللي في ناس موجوده ممكن تسهر فيها. لكن بره العاصمه انك تلاقي ديسكو، تلاقي بار، تلاقي مكان تخشه بعد الساعه 4 لا. وجوه براج غير الحاجات دي، بعد الساعه 7 تلاقي مكان تاني فاتح لا. فدي كانت الرحله يعني. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحكايه، طبعا طولت كتير قوي، بس يعني اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا اتبسطتوا بيها. واكيد ممكن اكون نسيت حاجات، ممكن اكون يعني الموضوع بحث برضه بقاله سنين طويله وما كانش في دماغي اصلا. فيعني يعني اللي عنده اي حاجة او تعليق او كده احب اسمعه او اعرفه يعني. واحلى مسا عليكم. شكرا. اتمنى بقى الاقي لايك واعجاب وسبسكرايب وتنبيه مع بعضينا. الموضوع مش هيبقى دايما كله شغل، ومش دايما كله معدات، دايما كله سهرات، هيبقى كله ان شاء الله ايه، حاجات خفيفة كده، وربنا المستعان. اشكركم.